يا ترى المرة دي في حد بيشجع أسوان اتضايق من الحلقة وناوي يقفلها، ولا هو تيم السوشيال ميديا علشان شافنا قناة صغيرة فعادي؟ بعد فوزنا على الزمالك كان لازم احنا كلنا فدا مصر وفدا وطننا، وقواتنا المسلحة فوق دماغنا كلها من فوق وكل قياداتها ورموزها. حاضر يا عمو، كان لازم نستمر على الأداء ده علشان لازم نحترم كل القيادات دي. حاضر يا عمو، كان لازم نستمر على الأداء ده علشان نفضل مستمر. واللي عايز يروح تمرين واللي عايز يعمل تأبين واللي عايز يعمل حاجة، كل الشهداء فوق دماغنا عشان محدش يزايد على وطنيتنا، انما القوات المسلحة فوق الدنيا كلها. يا عمو ده ماتش كورة مش مجلس شعب. انا الاسماعيلي انا الاسماعيلي. في الكورة في أيام من أولها كده بتبقى عارف إن هي لا هيبقى ليها لا طعم ولا لون ولا ريحة، وهتنام في نصها كمان، زي ماتش مصر والجزائر في السودان أو الإسماعيلي في أسوان. Smoke weed every day. Smoke weed every day. بعد المنطقيه في التشكيل الاساسي قدام الزمالك نزل خالد القماش المدرب اللي بيدرب لتاني مره بس الفريق الاول للاسماعيلي بالتشكيل ده قدام اسوان. اللي فهمته بقى من المنظر اللي انا شفته ده ان دي 4-2-3-1، والواحد ده مهاجم صريح، وان المهاجم الواحد الصريح ده مروان محسن، وان مروان محسن لما بنجبره كل مره انه يلعب استراكه صريح لوحده جوه المنطقه بيطلع لنا الشكل ده. مروان يعدي بيعمل جهد كبير جدا والله. مروان يا خراب اسود، يتضغط عليه تتقطع وتوصل تاني، والله العظيم اعمل ندابه النهارده. افتح الملعب تاني لمروان. يا نهار اسود. في اسوان اثبت لنا القدر ان الكحكه في ايد الاسماعيلاوي عجبه، وان اللعيبه بقوا زي الضحكه في مصر كده، لما يطلعوا ماتش حلو لازم وراه على طول تقول خير اللهم اجعله خير، علشان 80% الماتش اللي بعده هتلبس. بس يمكن في اسوان الموضوع كان مستفز اكتر، لان الماتش نفسه من اوله لاخره ملوش محل من الاعراب. يعني انا لو جيت لك على ماتش زي ده وشلت غلطتين حراس المرمى اللي دخل منهم الاجوان، هتحس بحاجه؟ لو انت مشجع محايد وبتتفرج على مباراة الاسماعيلي واسوان كان هيبقى ملخص مشاهدتك كده. محمد الفيومي يلا ها محمد الفيومي مغطي شوقي بره الملعب اوت، وعدى. بص سرعته بالكوره بتبقى ميزه كويسه قوي على فكره، بيحطها. انما احمد سمير محمد يشوط ترد تاني. يا اخي اجابات المباراة: شوقي السعيد بدون مبالغه في رايي كان هو اللعيب الوحيد اللي لعب بنفس الروح بنفس الاداء بنفس ال 90 دقيقه اللي اداها قدام الزمالك قدام اسوان. كلنا شفنا الماتش، كلنا قبل ما كنا مشجعين عندنا عقل، وكلنا عارفين ان احنا ما كناش ابدا نستحق جول في الشوط الاولاني، بس شوقي في رايي كان يستحق جدا ان هو يجيب جول مكافاه على ادائه في ال 180 دقيقه بتوع الزمالك وبتوع اسوان ويكون بالشكل ده. الاجابات الثانيه، ودي مش هتتشاف الا لما تتفرج على الماتش مرتين، ما ينفعش مره واحده، بجد انا جربته ما ينفعش. اختلاف الاداء بتاعنا في الشوط الثاني عن الشوط الاولاني. انا عارف ان انت مختلف معايا جدا في الاجابه دي وشايف انها مش ايجابيه اصلا، بس اسمعني يمكن اكون بقول كلام صح يعني. ايا كان اللي قاله خالد القماش اللعيبه بين الشوطين، فاعتقد انه كان مؤثر فيه. رجوعنا تاني للهدوء والاستحواذ على الكوره بشكل اطول بعد ما كنا بنفقدها بحد اقصى 4 تمريرات، الضغط بشكل اكبر من الجنبين اليمين والشمال للحد من خطوره ظاهرين اسوان اللي اتفسحوا في جبهاتنا طول الشوط الاول، والضغط العالي في مناطق اسوان بعد ما كان العكس بيحصل بالظبط وبيكلفنا ضياع فرص وهجمات من اولها من مهدها في الشوط الاول في نص ملعبنا. ده طبعا ما يمنعش المباراه دي كان فيها سلبيات ما ينفعش ابدا انها تتحل بين الشوطين، وهي كالاتي: السلبيه الاولى الثقه الزايده لمحمد عواد، بعد ما احنا جماهيريا ذبحنا محمد صبحي بعد ما قدم احسن شوط ليه الموسم ده ونهاب غلطه زي دي. برضه صبحي بيغلط في واحده، انما غلطه الشاطر ب10 مش ممكن يا صبحي، يعني شوط اكتر من رائع. باين انا اللي حسدتك يا ابني. مسك محمد عواد حراسه مرمى الفريق والواضح انه اطمن للمكان. لو اعتبرنا، وانا اعتبرت بصراحه، ان الترقيصه بتاعت ماتش الزمالك في اول 5 دقايق من عواد هدوء على الكوره، فلما نشوف نفس المنظر اللي يوقع القلب ده قدام اسوان في اول 10 دقايق برضه بس بالشكل ده، فالحكايه فيها وبعد انقاذ تاريخي في نهايه الشوط الاول للتقدم بتاعنا بالصده دي، بعده على طول زادت دي، زادت مع غلطه زي دي في الشوط الاول محدش بيعملها ولو بتلعب فيفا وعايز تسيب للي قدامك جول.
والإن دي جننت كل اسماعيلاوي لما شافوا الغلطة بتزيد لحد ما وصلت لإنها كانت هتكلفنا جول بنفس الشكل في الشوط التاني. صاحب الإن لازم يتقعد معاه من المدرب ويفهمه إن لازم يشيلها وإن مكانه مش مضمون، وإلا هنرجع تاني لعجيبة من عجايب الدنيا، وهي إن الإسماعيلي على آخر الزمن ما يبقاش عنده حارس مرمى ما بيعملش كوارث كل ماتش. السلبيات التانية صناعة اللعب. كنت وما زلت من اكتر الناس المبسوطين برجوع محمود متولي لنص الملعب تاني، والراجل هناك بيأدي احسن بصراحة مش هكذب، لكن متولي في وجهة نظري يقدر يقطع لك كورة، يحرك لك لعب، يقود خط وسط كامل، يعمل زي محمد النني ويلبس شوطة من بعيد في الجول حتى، لكن انه ما يتطرفش يمين وشمال طول المباراة ويصنع لعب وبتمريرة واحدة يخلي مروان محسن انفراد مع الجول. مش بدري عليها شوية دي؟ بوجود متولي اللي تخصصه خط وسط مدافع في الاساس ومباراه واحده جيده هجوميا ما تاهلوش لانه يبقى زين الدين زيدان، وجنبه عمر الوحش اللي على ادائه وتكتيفه بواجبات دفاعيه كان كتير بيغلط فيها علامه استفهام كبيره، كان كاننا بنقول لاسوان يا اما مروان يتحول لذا انكريدبل هولك ويبلع ارتكاسكو ويدفعكو في بقه ويخش يجيب جول لوحده، يا اما ما تستنوناش النهارده نخش منطقه جزاكو ونجيب جوال والكلام ده. احنا ممكن نجي لكم يوم تاني بقى من اوله ونظبط الحكايه دي. افتح اي حلقه من حلقات البرنامج اللي فاتت هتعرف ليه انا ما حطيتش دفاعنا والكرات اللي بيسمح بيها جوه منطقه جزائه في سلبيات الماتش ده، ولا اقول لك خد ملخص رايي. يا عيني يا حبة عين امه. يوم اسوان كان زي اي يوم سياحي جميل بتقضيه مع عيلتك، حاجه ممله ملل التماسيح، وكانت تقسيمه مباراته في رايي 45 دقيقه لاصحاب الارض و45 دقيقه للاسماعيلاويه، ورجل مباراه اسوان في رايي كان شوقي السعيد، واستنى اعرف في رايك كان مين في الكومنتات. ماتش الزمالك بعديه ماتش اسوان لو حطيتهم على بعض واتفرجت عليهم هيطلعوا لك ملخص موسم الاسماعيلي في الدوري بتاع 2016 من اول الدور الاول لغايه اخره. وسؤالي المره دي للاسطوات الفنيين اللي قاعدين ورا الشاشه، هل شايفين ان في عندنا صانع لعب موجود تحت المهاجم فعلا؟ لو شايفين قولوا لي مين هو وايه اكتر تشكيل اساسي يناسبه، ولو مش شايفين قولوا لنا نقدر نجيب مين يبقى صانع لعب تحت المهاجم، بس على قد ايدينا عشان احنا بنبني نادي ومعناش فلوس مباراه اسوان كانت اخفاق كبير قوي لبس في وشي بعد فرحه مباراه الزمالك، هبطني ورجعني للواقع، بس خفف عليا شويه تصريحات خالد القماش بعد ما المباراه انتهت على طول، تصريحات عرفتني الفرق بين ليله اخفاق اسوان وليالي اخفاق ثانيه مثلا زي ليله بتروجيت. هسيبكم تشوفوا تصريح خالد القماش من اوله لاخره، ولو لقيتوا الفرق اللي بتكلم عليه ضيفوه على الكومنت اللي هتكتبوه، ولحد المره الجايه ربنا باذن الله هجمعنا على الحب الاسماعيلي. السلام عليكم. غير اللعيبه لعبت على اثار مباراه الزمالك او على النتيجه الطيبه اللي عملها في الزمالك، فبالتالي الاداء ممكن الله اعلم بقى مفكرين نفسهم ان هم عملوا كل حاجه، لكن الكوره محتاجه جهد وعرق، لكن الاداء غير مرضي بالمره، وزي ما قلت لك انا غير راضي من الاداء النهارده. موضوع الخلافات مع اداره الاسماعيلي، وكان سمعنا ان انت في استقاله هتقدمها الاسماعيلي. ما هو متعلق بالامور الاداريه اكيد بيني وبين مجلس الاداره يعني، لكن لا يمكن واحد يصرح باي حاجه للاعلام يعني، صعب. في مشاكل في اسوان، انا عرفت ان حضرتك هتقدم استقالتك في اسوان هنا. انا بقول لك اي الامور الاداريه كلها بتكلمها مع الاداره يعني، لكن الاعلام صعب الواحد يتكلم في الاعلام على اي مشاكل او اي حاجه، لكن احنا الحمد لله الامور طبيعيه، واتمنى لنا التوفيق جاي في المباراه مع الانتاج الحربي. يعني طلبات حضرتك اتحلت يا فندم؟ يعني الغطاسه بتاعت امك الغطاسه اللي انت فيها. ما انا برد عليك، انا ثالث مره تقولها لي وبرد على حضرتك برضه، بقول لك المشاكل الاداريه انا بتكلم فيها مع الاداره، ما بصرحش بيها الاعلام.